الحد الأدنى لمرتبك في القطاع الخاص 6000 جنيه، وده اللي قاله المجلس الأعلى للأجور في شهر إبريل 2024. وأول ما نزل الخبر الدنيا قامت وما قعدتش. ألاقي واحد يقول لي أصل أنا مرتبي 1700 جنيه، وألاقي واحد تاني يقول لي أصل أنا مرتبي 2400 جنيه. فأنا جاي النهاردة عشان أوضح لك، أقول لك بس إيه قصة الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور كان 2400 جنيه في يناير 2022، واترفع ل 2700 جنيه في يناير 2023. وجم بقى يا صديقي في شهر يوليو 2023 رفعوه ل 3000 جنيه، وفي 2024 اترفع رفعتين. المرة الأولانية في شهر يناير لما زودوه ل 3500 جنيه، والمرة الثانية بتاعة شهر إبريل لما اترفع ل 6000 جنيه. المفروض إن القرار بيقول إن هو هيتطبق من مرتبات شهر مايو للعاملين في القطاع الخاص، لأن هو أصلاً اتطبق على العاملين في القطاع العام والقطاع الإداري للدولة من شهر مارس 2024. وللعلم ال 6000 جنيه دول مش الصافي، القرار بيقول الأجر الشامل، يعني لسه في تأمينات واستقطاعات والذي منه بقى. القرار استثنى المنشآت متناهية الصغر، والمنشآت متناهية الصغر دي يا صديقي اللي فيها 10 عمال فيما أقل. ما قالش بقى مطاعم ومدارس وشركات اللي بتدي الموظفين فيها أقل القليل، واخد لي بالك انت طبعا. قول لي بقى يا صديقي، المكان اللي انت فيه مطبق الحد الأدنى للأجور ولا لا؟ وعلى رأي أخويا أيمن، ربنا يطورنا كلنا. ولو عايز تشوفني تاني سيب لي كومنت وهجاوب عليك في الفيديوهات اللي جايه.